حركة حلوة ان انفينكس نزلت بموبايل قوي في السوق المصري في فئة سعرية هي ما كانتش موجودة فيها من فترة، الانفينكس نوت 50 اس. من البداية كده وقبل ما تكمل معايا الفيديو فحابب اقول لك ان الموبايل ده قوي وجاي بامكانيات محترمة، نازل ينافس في الفئة بتاعته. لكن اهم حاجة قبل ما تشتري الموبايل ده او اي موبايل تاني في فئته لازم تعرف احتياجاتك كويس، واهم حاجة تعرف عيوب ومميزات الموبايل ده، وده اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده. النوت 50 اس جاي عندك هنا من الظهر، الكاميرات موجوده في شكل مستطيل طولي، عندك كاميرتين وتحتيهم لمبه اشعارات وجنبيهم بقى الفلاش. خامات الموبايل جايه بالكامل من البلاستيك مع وزن محترم هنا 180 جرام وسمك 7.6 مللي. ولما تمسك الموبايل وتبص عليه من قدام هتلاقي الشاشه بحواف محترمه بحجم كبير 6.78 انش اموليد الداعمه لل 144 هرتز، وسطوع بيوصل ل 1300 نتس بجوده ال 2436 في ال 1080. يعني عندك هنا كثافه بكسلات 393 بكسل في الانش، عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. دي مش احسن طبقه حمايه لكن كويس ان في طبقه حمايه اصلا. الوان الشاشه كويسه ومقبوله وحلوه، وكمان هنا عندك شاشه منحنيه كيرف. اول ما تمسك الموبايل في ايدك كمان هتلاحظ كده من المسكه الموبايل من الجناب بتاعته او الفريم في انحناء كده من الشاشه على الفريم. طبعا الكيرف ده حاجه حلوه في الشكل لكن ما تبقاش عمليه قوي في موضوع السكرينات، والمهم يعني النقطه دي اذواق، في ناس بتحبها في ناس بتحبهاش. قول لي ايه رايك في موضوع الشاشه الكيرف دي. نروح بقى للمعالج اللي جاي هنا من ميديا تك الدايمنسيتي 7300 التيميت. معالج كويس ومحترم، هتستمتع بيه كده وانت بتستخدمه في الاداء اليومي وحتى كمان في الالعاب، والنقطه دي هجيلك فيها دلوقتي. لكن خليني اقول لك ان المعالج ده ارقامه قريبه قوي للسناب دراجون ال 6 جين 3 اللي موجود في الجالاكسي اي 36 وكمان الموتورولا جي 75، وبرضه قريب للاكزينوس ال 1380 اللي موجود في الاي 26 اللي هو موجود في فئة السعرية. برضه المعالج كويس جدا، واللي يميز المعالج ده انه هيخليك هنا تلعب على بابجي مثلا 90 فريم. اغلب الموبايلات في الفئة دي بتلعب 60 فريم، لا انت هنا هتلعب 90 فريم. فبالنسبة لنقطة المعالج فانفينكس ابدعت فيها، كانت حاجة كويسة، وبصراحة يعني ما كانش ينفع ينزلوا بمعالج اقل من كده عشان يعرفوا ينافسوا في الفئة دي. الموبايل ده منافس مباشر للاي 26 والموتورولا جي 75 من ناحيه هنا المعالج. نروح بقى للكاميرات. عندنا كاميرا رئيسيه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والمستشعر هنا جاي من سوني الاي ام اكس 682 مع كاميرا تانية 2 ميجا بكسل للماكرو وسيلفي 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. الموبايل هنا بيصور 4K 30 فريم بالكاميرا الرئيسية، والحلو هنا بالكاميرا السيلفي 1080 30 فريم بالكاميرا الرئيسية والسيلفي. جودة صور وفيديوهات تطلع من الموبايل ده مقبولة، هتعجبك وكويسة بالنسبة لباقي الموبايل، وكصفقة على بعضه فأداء مرضي. الموبايل هنا جاي بميكروفون إضافي لعزل الضوضاء مع سماعات ستيريو، حاجة كويسة. وعندك هنا بصمة سريعة تحت الشاشة، بطارية 5200 ملي أمبير بتشحن بشاحن سريع ال 45 واط. الشاحن موجود في العلبة مع كيبل الشحن وكمان جراب، وفي سكرينه جايه ملزوقه على الموبايل اول ما تطلعه من العلبه. الموبايل متسعر في مصر النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام في حوالي 12500 جنيه، صنع في مصر، ضمان محلي، مش عليه اي ضريبه، وجاي عندك بالالوان الازرق والاخضر والرمادي. بالنسبه لتسعير الموبايل فهو مقبول على الامكانيات دي، وبصراحه هو سعر منافس قدام الامكانيات اللي بيقدمها الموبايل. عيوب الموبايل اللي ممكن تواجهها لو انت اشتريت الانفينكس نوت 50 اس: موضوع الشاشه الكيرف ده ممكن يرخم عليك ويضايقك في حكايه السكرينات، او لو وقع بسهوله جدا الشاشه دي ممكن تتكسر. تاني حاجه واهم حاجه بالنسبه لي عايزك تاخد بالك منها، ومش كتير يمكن هيركز عليها في مراجعه الموبايل ويقول لك عليها، هي السوفت وير. سوفت وير انفينكس مش احسن سوفت وير، هو مش كارثي لكن محتاج قبل ما تشتري الموبايل، لو انت مالكش تجربة سابقة قبل كده مع انفينكس فحاول كده تاخد لفة وتشوف فيديوهات عن الواجهة وعن السوفت وير بتاع انفينكس وتقرر كويس هل ده مناسب ليك ولا لا. ولو ما جيتش مشكلة مع النقطة دي فخلاص اعتمد، روح هات الموبايل كويس جدا سعره مقبول، كمان بيطلع في الحجز المسبق سماعة هدية معاه فحاجة كويسة. طبعا انا مستنيك في الكومنتات تقول لي ايه رايك في الانفينكس نوت 50 اس. استنينا من فترة ان انفينكس تنزل موبايلات في الفئة دي. على فكرة ده اول فيديو اراجع فيه موبايل انفينكس هنا على القناه، فبصراحه كنت مستني انفينكس تنزل موبايل قوي. هم عملوا كده فعلا يعني. يلا بقى، مع السلامه.